بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي، آخر مادة الفلسفة والمنطق. 60 درجة. حاول بقدر المستطاع هدي نفسك شوية، ما تقلقش من أي حاجة، استعن بالله. وفكرة آخر مادة بقى أنا حصل لي فتور إزاي؟ ليه؟ 60 درجة عايزينهم بإذن الله. شد حيلك، استعن بالله، قدها وتقدر تعمل. لو ساعة بتركيز أفضل من يوم كامل بدون تركيز. تمام؟ احنا هنحل مع بعض طبعا، احنا كلنا اخدنا مناهجنا مرة واثنين وثلاثة وحلينا كتير، لكن عايزين نقف على بعض الافكار كده. تعال بص معايا كده على النموذج الاول ده كده نشوف. بسم الله. بيقول لك رقم 1، يقول عبد الناصر ابو البصل: الخلية الملقحة اللي هي النطفة، تمام، التي برحم الام لا يجوز اتلافها الا بعد ضوابط صارمة علمية وفقهية. انا عايز اقول حاجة قبل ما ابدأ في الإجابة. أنت عارف الكلام ده كويس وعارفه أفضل مني. أول حاجة يا حبيبي لازم تبقى عارف إن السؤال 3 حاجات. أول حاجة رأس السؤال، تمام، اللي هي المادة العلمية اللي هو بيكلمك فيها، السؤال اللي بيسألك فيه، المثل، المقولة اللي جايبها. هقرأ السؤال وأقسمه إلى جمل مظبوطة كده، جمل مفيدة، وبعدين خط ميل جنب الجملة زي ما أنا عملت كده. تمام، يبقى أنا كده دي جملة مفيدة أقراها على بعضها. وبعد ما اقرا السؤال ابدا ابص، ايوه عايز ايه. كلنا عارفين ان انا ممكن اديك نفس السؤال الطلب اقول لك كذا، يعني مثلا لو قلت لك الجينوم والاستنساخ والحاجات دي يعبر عن مرحله، تقول لي القهر والاستبداد. نفس السؤال اقول المرحله التي حذرت منه، يبقى ايه؟ الاحترام والصون هي اللي حذرت من القهر والاستبداد. انا بدي حاجه على ما نشتغل. يبقى انت لازم تاخد بالك ان انا السؤال لو انت قريته نصه ربعه ما قارتش لغايه ما تلاقي النقط دي، انت غلطان. اكيد هتقع في اي سؤال. انا مش هتسرع ولا حاجه، انا ما فيش اي حاجه تخليني اتسرع. انا بدرس 10 شهور متصله، شبه 12 شهر كمان، سنه دراسيه كامله علشان اوصل الى 60 درجه. 3 ساعات قصاد سنه انت بتدرس فيها. ال3 ساعات دي تستاهل التركيز، ال60 درجه يستاهلوا التركيز. حاول تكون افضل من كده، هدي اعصابك، ما تقلقش، ان شاء الله تقدر. مين قالك ما تقدرش؟ حلمك هتوصل له باذن الله. تعال نبص مع بعض كده. يبقى انا اول حاجه يا ولاد السؤال بقراه لغايه ما الاقي جمله مفيده، عملت بالقلم الرصاص اللي معايا وانا في الامتحان اهو. ايوه، وبعدين اما اتلافها بلا سبب لا يجوز. انا مش فاهم السؤال، هقراه كمان مره. الخليه الملقحه اللي هي النطفه اللي برحم الام، ايوه، لا يجوز اتلافها الا بعد ضوابط علميه وفقهيه. انا ما اقدرش اتلف، ما اقدرش انزل، تمام، هذه النطفه إلا لما الطبيب يقول لي في خطر على الأم، أو لما الدين يفتيني بذلك. خلاص كده؟ أنت هنا بتتكلم عن إيه؟ أنا هنا بتكلم عن أهو يعكس ذلك تأكيده. يعكس، كلنا عارفين الكلام ده. يعكس مش معناها عكس. يعكس كأنك بتبص في مراية، بشوف صورتي يبقى هي. كلمة يعكس كأنك بتبص في مراية، مش كلمة يعكس يعني يناقض. لا، يناقض يعني يناقض، تمام، مخالفا لآراء فلان، يعد ذلك مخالفا لآراء فلان. لكن انا ما بقولش كده، انا بقول لك يعكس. يعكس يعني ايه؟ يعني يجسد، يعني يوضح، يعني تعبر هذه الايه الجملة او هذه الفكرة على تأكيده على رفض عمليات الإجابة. برافو عليك، سمعك بتقول الإجهاض، برافو عليك. واحد يقول لي أنا ساعات يا مستر لما بلاقي نفسي مخضوض من السؤال بقوم عامل له استبعاد. طب كويس، هيقول لي ده مش استنساخ، ده مش زرع أعضاء، باقي لي بنوك المنية والإجهاض. السؤال بيقول الخلية الملقحة اللي هي النطفة اللي برحم أم. خلاص بقى، ما ينفعش أتلفها، ما ينفعش إلا بعد ضوابط علمية وإيه وفقهية. تمام. السؤال الثاني بيقول لك 2، يمكن كبح الممارسات الحمقاء نحو الطبيعة عبر سن تشريعات. جدع، ايدي اشتغلت، ادي واحد احطه في دماغي. سن تشريعات وتغيير السياسة العامة وزيادة التعليم. جدع، وتغيير القوانين الضريبية والتأكيد على الالتزامات الخلقية نحو الأجيال المستقبلية. أيوة، ماله ده؟ يعبر عن أحد المداخل التي تساعد الجمعيات الأهلية في المحافظة على البيئة، وهو مدخل يهم. اقرأ تاني، ان انا امنع
ممكن امنع الممارسات الحمقاء، الامور الغلط اللي بنمارسها نحو الطبيعه، كل شيء غلط، ان انا اسن تشريع. برافو عليك، برافو عليك، ممتاز. ده ايه؟ ده اول حاجه من خلال اللي قدامي ده مش فاعلين اقتصاديين ولا رجال اعمال، تمام؟ ده امال ده ايه؟ طب ده ايه بالظبط؟ برافو عليك. واحد بيقول لي سن تشريعات، ما تتعبش نفسك، سن تشريعات يبقى اصحاب القرار. قلت له جبتها منين؟ قال لي مداخل البيئه 3، اصحاب القرار الاقتصاديين الفاعليين بالقطاع العام والخاص 3، اصحاب الجمعيات. قلت له، قال لي خلي بالك اصحاب القرار من خلال حاجتين، سن تشريعات وتشجيع البحث العلمي. وانا عايز كل طالب بيسمعني يخلي باله من حاجه دايما اقولها للطلاب عندي، خلي بالك هو مش بالضروره يسالك بالعنصر، لا، ممكن يسألك بالشرح منه، يجيب حتة منه زي ما هنشوف بعض الأفكار دلوقتي، واخد بالك؟ طيب تعالى نشوف بعد كده رقم 3. يقول الفيلسوف جندوي: التقدم العلمي نتاج جرأة الخيال البشري. التقدم العلمي نتاج جرأة الخيال البشري. جميل جدا. التقدم العلمي جاي نتيجة الخيال اللي هو الاقتراح، الفرض، التنبؤ، ان انا اتخيل. لولا التخيل ما كان التكييف ولا الطيارة ولا المروحة ولا العربية ولا السفن. ايه؟ لازم اتخيل. كويس جدا. انت هنا بتتكلم عن ايه؟ تدلل المقولة على ايه؟ على رؤية الفريق الاول؟ طبعا لا. مفهوم المواثيق وايه اللي جابها؟ رؤية الفريق التاني هي مش فرقة، هي لا فريق أول ولا تاني ولا تالت، أمال هي إيه؟ ده بالاستبعاد واضحة زي الشمس دور الجانب الإبداعي للبشر. فين دي يا مستر لو سمحت؟ في أول ورقة يا حبيبي في الباب الثالث فلسفة، وهو بيقول لك: ولا يمكن للإنسان الاعتماد على قوة يديه وعضلاته فقط، إنما لابد من الجانب الإيه؟ الإبداعي. لازم تشغل مخك. تمام كده؟ جميل. 4. المرضى أمانة في عنق الطبيب، ولا تقتصر على الجانب المادي فقط، بل أيضا الحفاظ على كرامتهم وأسرارهم وأعراضهم. جميل قوي. المرضى أمانة في عنق مين؟ في عنق الطبيب. احنا خدنا ان علاقة الطبيب بالمريض موجودة في أخلاق ايه؟ جدع، برافو عليك، في أخلاق العيادة. دي من ايه؟ مجالات الأخلاق البيوطبية 3 يا ولاد. ها؟ لما قلنا أخلاق العيادة علاقة الطبيب بالمريض، وقلنا ان ديفيد روس حددها بقوله انها ترتبط بكل ما يواجه الأطباء من قرارات واختلافات وشكوك ومشكلات قيمية، سواء كان ذلك أمام سرير المريض أو في غرف العمليات أو في مكاتب الاستشارات أو حتى في منزل المريض. برافو عليك. ده هتبقى أخلاق العيادة، ما يدور بين الطبيب ومين؟ والمريض. كويس جدا. نبص على رقم 5. يعد إجراءات الدولة المصرية لرفع القلق عن المواطنين تجاه الأمن الصحي وتوفير لقاحات فيروس كورونا المجانية لجميع المواطنين. أيوة مالها؟ تعد تلك الإجراءات ضمن أحد مجالات الأخلاق البيوطبية، وهي أخلاق. أنا مش هتكلم في حاجة، أنا سامع الكل بيجاوب صح. برافو عليك. دولة مصرية؟ ده سياسة صحية. الدولة المصرية السياسة، الحكومة، وزارة الصحة. لأن احنا عندنا هنا يا ولاد الأخلاق البيوطبية 3 لسه قايلينها حالا: أخلاق العيادة، أخلاقيات البحث العلمي، 3 أخلاق السياسة الإيه؟ الصحية. برافو عليك. اللي هي وزارة الصحة والسكان، اللي هي بطريقة رسمية مش تطوعية. جميل جدا. طب دي هتبقى أخلاق العيادة؟ لا. طب هتبقى بحث علمي؟ مفيش. مسؤولية أنا حاططها كده أضحك عليك. أمال ده إيه؟ دي السياسة الصحية، مجموع القوانين والخطط التي تضعها السلطات الطبية المختصة وتوجهها لمجموع المواطنين في أي دولة دون تمييز. جميل جدا. 6. يقول ماكس شيلر: يستحيل علينا أن نخضع العالم لإرادتنا دون أن ندمر أنفسنا. الكلام الجميل ده. شوف الراجل بيقول لك إيه؟ مستحيل إن أنت تخضع وتجبر العالم لإرادتك، وتخليه يمشي ورا أهوائك وميولك وغرائزك أنت من غير ما هتدمره. اللي دايما أقولها لطلابنا كأني بتكلم عن الآية القرآنية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما وضع الإنسان يده في شيء إلا ونتج عنه سلبيات. عمرك ما هتحاول تخضع العالم لإرادتك لمطامعك
من غير ما هتدمر فيه حاجة. سيب الحاجة زي ما هي وما تحطش ايدك فيها، صنع الله الذي اتقن كل شيء، مش هتلاقي فيها اي اشكاليات. لكن مستحيل نحاول ان احنا نجبر العالم لارادتنا لاطماعنا، نيجي على العالم ونيجي على البيئة من غير ما هنتدمر. لازم هنتدمر. تتفق هذه المقولة مع وجهة نظر الفيلسوف؟ هفكر يا ترى قال ليوبولد؟ لا والله، ده ليوبولد اتكلم عن ايه؟ اخلاق الارض والكلام ده. هنزي وناس مستقبل. نايس. لا قدس، ايوه لا قدس، برافو عليك، مظبوط. طب ليه؟ لانه قال: أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم وتحسينه؟ أنا لا أرى ذلك ممكنا. العالم مقدس ولا يسعك تحسينه، ولو حاولت تغييره لكان خرابا. وقلنا ان ده اول فيلسوف حذر الانسان من محاولة التلاعب بالطبيعة، وقال له ببساطة كده: لو حاولت تتلاعب بالطبيعة معناها الخراب ووقوع الضرر عليك. جميل جدا. انا بادئ معاك باسئلة سهلة، لسه في نموذج واثنين وثلاثة، بصعب لك الدنيا شوية، بس انا مش عايزك تتضايق. طب تعالوا نشوفوا يا اولاد كده. 7. يقول ارسطو: علمتني الفلسفة أن أفعل دون أوامر ما يفعله الآخرون خوفا من القانون. الفلسفة علمتنا أن أفعل دون أوامر. أنا ما بعملش بأوامر، خلاص كده. أنا بشتغل. التفلسف أو الفلسفة هنا بتشغل عقلي من غير ما حد يوجهني. أنا مش محتاج من حد أوامر. أنا راجل فيلسوف بشغل عقلي، إعمال عقل واستخدام العقل. تمام كده؟ فأنا مش منتظر أوامر من حد زي الآخرون اللي بيعملوا خوفا من القانون. لا، أنا بعمل الشيء لذاته، أنا بعمله لذاته، بعمله لنفسي. أنا مش محتاج من حد حاجة. أنا بعمل الحاجة كفيلسوف بعقلي أنا. كويس خالص. تجسد تلك المقولة لأهمية التفلسف من حيث الابتعاد عن التعصب. ملهاش علاقة بالسؤال. إنتاج عقول تتسم بالشجاعة والثقة. تحقيق تقدم المجتمع. مالها ومال اللي انا بكلمه؟ ده راجل بيتكلم عن نفسه، بيقول انا الفلسفه علمتني ان انا افعل دون اوامر ما يفعله الاخرون خوفا من القانون. انا راجل مش بفعل الشيء خوفا من العقاب او من القانون، انا بعمله من الزام داخلي. تخلص من السلبيه ملهاش. برافو عليك. انا سامع طالب بيقول لي انتاج عقول تتسم بالشجاعه والثقه. برافو عليك. ايوه ده صح. علمتني الفلسفة أن أفعل دون أوامر ما يفعله الآخرون خوفا من القانون وخوفا من العقاب وخوفا من المجتمع. إن أنا بعمل الحاجة من جوايا، مش خايف من حاجة، من إلزام داخلي. يبقى أنت شجاع تتسم، وعقلك خلاك تتسم بالشجاعة والثقة. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ في الصفحة الأولى في مقدمة الباب الرابع فلسفة في التفلسف والقيم. افتح ورايا، ثبت كده وافتح ورايا وشوف المعلومة عشان تثق فيها. هتلاقي بتقول من أهمية التفلسف إنتاج عقول تتسم بالشجاعة والثقة. طيب ده جميل جدا. طب تعالوا نشوفوا رقم 8. كل صاحب مهنة يتأثر بالسلطة السياسية أو الدينية فقد يبتعد عن المعايير الأخلاقية للمهنة. حطيت خط مايل هنا، برافو عليك، كنت ناسي، برافو عليك. فالقاضي يجب أن يكون مستقلا. طب هقرا كمان مرة. كل صاحب مهنة يتأثر بالسلطة السياسية أو الدينية، ده راجل غلطان. ليه؟ هيحيد، هيبتعد، هيميل، هينحرف عن الطريق الصح وعن المعايير الأخلاقية. لمين؟ لمهنته. ملوش دعوة بالمجتمع. مش هيحيد ويبتعد عن المعايير الأخلاقية لقرية أو مدينة أو محافظة أو دولة. لا، مهنتك لها ضوابط لازم تمشي وفقا لها. وزي ما احنا قلنا في الباب الثالث في أخلاقيات المهنة، متى يحدث الفساد الإداري؟ قلنا يحدث الفساد الإداري لما الإنسان يحيد عن مهنته، تمام، ويبدأ يستغل نفوذه لمصلحته الايه؟ الشخصية. تمام كده. وقلنا ان ممكن اعمل فعل واحد، تمام، او اتنين يعملوا فعل واحد، هنا يبقى صح وهنا يبقى غلط. انا بدي مراجعة ليلة الامتحان لطالب، سهران معاه، قاعد اهوت معاه، بعد ما خلصت كنت متفق معاه الحصة بكذا، باخدها اهو قدام الناس، مفيش ادنى مشكلة، معايير مهنتي تمام، لا تنكر علي هذا الفعل. على الترابيزة اللي جنبي لقيت الشرطة بتمسك قاضي، ده قاضي، ده مستشار عمل ايه؟ ده قاعد مع ابو متهم هيحكم عليه الصبح. اخلاق مهنته تبعده عن ذلك. يبقى هو صار منحرفا بهذا الفعل وانا لا، هو صار او اصبح منحرف ليه يا اولاد؟ لانه
استغل نفوذه وحاد عن مهنته. من اخلاقيات المهنه انك المفروض ما تقعدش مع ابو اللي انت هتحكم عليه الصبح ده. يبقى انا عايز اقول لك حاجه، ان المعايير بتاع كل مهنه هي اللي بتعتبر الضوابط للفعل، وهي اللي بتحدد هو صح ولا غلط. هنا بيقول لك كل صاحب مهنه هيتاثر بالسلطه السياسيه او الدينيه هيحيد ويبتعد وينحرف عن المعايير الاخلاقيه للمهنه. القاضي لازم يبقى مستقل وفقا لرؤيه الفريق الاول. انا اسف انا حلتها وفقا لرؤيه الفريق الايه، خلاص انا حلتها. الفريق الاول لمعايير اخلاق المهنه لما قال في اول صفحه عندك في الباب الثالث في اخلاقيات المهنه الباب الاول، الفريق الأول يرى أن المعايير تحمل بين طياتها الطابع العام والخاص معا، ويبدو ذلك في خصوصية الأوامر والنواهي التي تلزم المعلم أو رجل القانون بأدائها بغض النظر عن ميوله أو ديانته إلى آخره. ورفض أصحاب هذا الرأي تدخل كل أشكال السلطة التي تحاول أن تصبغ أخلاقيات المهنة بإيه؟ بصبغتها. جميل جدا. طيب تعالوا نشوف بعد كده. يعرفها رقم 9، يعرفها الفيلسوف بأنها جملة المعايير الواقعية في كافة أي في جميع نواحي ومناحي الحياة، والتي تهدف لحل المشكلات التي تظهر على الساحة المجتمعية. يشير إلى مفهوم الأخلاق من حيث مفهوم الأخلاق مش البيئية مش البيوطبية. اقرأ تاني جملة المعايير الواقعية. الواقعية يعني العملية الموجودة معايا في المجتمع في جميع نواحي ومناحي الحياة، المشكلات اللي بتظهر على الساحة، يبقى دي الأخلاق الايه؟ التطبيقية. طب انت جايبها منين؟ ده تعريف الأخلاق التطبيقية أول سطرين 3 في بداية الباب الثاني في البيوتيقة. لما قال لك مجموع الأخلاق التطبيقية العملية التي تسعى لتنظيم الممارسة في مختلف ميادين الطب إلى آخره. 10. إذا أمطرت السماء حرية لوجدت العبيد يحملون المظلات لأنهم مجبرون على العبودية. بص بقى، إن شاء الله يوم الخميس هيكون عندك من فلاسفة العمل عندك في الامتحان، ما فيهاش نقاش ومش توقع ولا حاجة، ده حاجة بديهية جدا. واحنا مقسمينهم إلى 3 حضارات. عندي الحضارة اليونانية يمثلها أفلاطون وأرسطو، وبعديها الحضارة الإسلامية يمثلها الفارابي وابن خلدون، وعند الحضارة الغربية ويمثلها آدم سميث وهيجل. تمام كده؟ طيب أنا لسه قايل الكلام ده دلوقتي من شوية، وقايل للطلاب النهاردة أنا لما ألاقي السؤال بيتكلم عن عبيد وأحرار وأنا مغمض، أكيد الإجابة هتكون حد من اليونان، من الحضارة اللي عززت ورفعت من فكرة الرق أو العبودية. يبقى أنا بالراحة كده بسم الله الرحمن الرحيم مفيش عندي مسلمين. خلاص كده؟ طيب والناس بتوع الغرب ما اتكلموش عنه. خلاص يبقى بالاستبعاد أرسطو، ومن غير استبعاد ما أنا عارفة ده. أنا المفروض إن أول ما أقرأ السؤال أكون متأكد أو متأكدة إن لازم الإجابة هيكون فيها يا أرسطو يا مين؟ يا أفلاطون. لسه قايل لك حالا هنقسمهم ل3 حضارات يا حبيبي، كل حضارة فيها إيه؟ فيلسوفين. الحضارة اليونانية أفلاطون وأرسطو، الحضارة الإسلامية الفارابي وابن خلدون، الحضارة الغربية هيبقى عندك مين؟ آدم سميث وهيجل. واحنا قلنا بالراحة وبهدوء كده، هي الحضارة الإسلامية ما تنفعش اختارها أصل واحد دلوقتي وأنا حاطط السؤال ده ابن خلدون أو فلان. يا حبيبي يا حبيبي، هو الإسلام دعا إلى الرق، عزز من الرق، ما زال إلى الآن رق. مفيش الكلام ده، فيش عبد ومواطنين أحرار إلا إيه؟ في الفكر القديم الموجود عندي فين؟ في اليونان. خلاص كده؟ فدي هتبقى أرسطو. يقول إبراهام ماسلو الطبيعة الإنسانية خيرة، واخدين النظرية الإنسانية في علم النفس لسه ممتحنين عليه، والفطرة هي المتحكم في الشخصية والسلوك. يجسد ذلك قيمة فلسفية. قيمة فلسفية هي قيمة. سؤال بسيط حطيته لك أخليك تجاوب واديك دافع. معروف إن ده قيمة الخير. الإنسان خير بطبعه وواع لسلوكه. الكلام ده خدناه في النظرية الإنسانية عند إبراهام ماسلو فين؟ في علم النفس. فالراجل هنا بيتكلم عن الطبيعة الإنسانية خيرة، والفطرة هي اللي بتتحكم في الشخصية والسلوك. يبقى احنا بنتكلم عن قيمة الخير.
12. مرحلة من مراحل التعامل البشري مع البيئة ارتبطت بالجانب العقائدي للإنسان. بص بقى، أنا عايز أقول لك على حاجة برضو، سؤال سهل وجميل. هتروح يوم الخميس تلاقي سؤال جاي لك في المراحل وانت مغمض، عندك سؤال في المراحل. واحنا قلنا خلي بالك يا حبيبي في المراحل ان انا عندي مرحله التقديس والتأليه القديمه او ما قبل الميلاد، تمام كده، ودي بتتكلم عن ناس كانت بتعبد الشمس والى اخره، وذكرت في القران لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. او يقول لك ما زال الهند يعبدون البقر، كان الهند مش عارف الاله بتاعهم اسمه حنتوس ولا ايه اللي مات ده البقر ده الى اخره، يبقى ده تقديس وايه وتأليه. او يجيبها لك من المصريين القدماء، تمام كده، كان له عندهم اله للنماء اله للخير الى اخره، يبقى ده تقديس وايه وتأليه. عند مرحله تانية اللي هي تفسير وتوظيف اللي نشأت مع الحضاره اليونانيه وتطورها وحتى مطلع العصر الحديث، تمام كده. طيب عندي الاحترام والصون التي نحياها الان، واللي بنتكلمنا عن حاجتين، سن تشريعات او تشجيع البحث العلمي، عامله زي مدخل الاول بتاع اصحاب القرار اللي في المنظمات. عند القهر والاستبداد اللي احنا عارفين ان هي كل تقدم علمي سلبي ونتج عنه سلبيات بختار الايه القهر والاستبداد. اما الاحترام والصون كاني بقول لك خد بالك ما تعملش كده، انتبه غلط، يجب التخلي كده، كاني بتكلم عن مرحله الاحترام والايه والصون. انا هنا بقول لك مرحله من مراحل التعامل البشري مع البيئه ارتبطت بالجانب العقائدي، ها الفكري والديني، يبقى مرحله التقديس والايه والتأليه. 13. ستموت حتما من الجوع يا صديقي في هذه الغابه المرعبه، إذا فعليك مضطرا أن تتغذى على هذا الأرنب البري. السؤال ده موجود عندنا في كتابنا في كتاب البوكلت، تمام؟ تتفق هذه المقولة مع فكر؟ أنا عايز أستبعد اتنين، ماليش دعوة بسينجر ولا هانز يوناس. احنا بنتكلم هنا بقى بنفاضل بين أرن نايس أو ألدو ليوبولد. هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت في مكان مرعب مخيف كأنك في صحراء، فانت هتموت من الجوع. طب انا الحاجات الحيويه عايز اكل، عايز اعيش، الاكل والشرب هو اللي بيعيشني، فانا لازم اكل. اذا فعليك ان تتغذى على هذا الارنب البري. ها يعني انت هنا هتتغذى على حاجه على قدك كده اقل شيء عشان ما تنقص الثراء الموجود، التقدم. طبعا ده ارن نايس ليه؟ لان النقطه رقم 3 عندي بتقول في المبادئ الثمانيه عنده ليس للبشر الحق في إنقاص هذا الثراء إلا من أجل تلبية الحاجات الإيه؟ جميل، الحاجات الحيوية. إحنا هنحاول بقى على قد ما نقدر، تمام، مش هنقول لا للتقدم إلا لما نلاقي نفسنا غصب عننا في حاجة حيوية ما ناش قادر بقى، هموت لو ما أكلتش دي حاجة حيوية، هنحاول ننقص هذا الثراء. كأن عندك أوضة فيها 5 6 حاجات كده، فأنا مضطر، المفروض إن أنا بزودهم عشان يتراعى رويان ويزدهر، أنا مضطر آخد واحد على قدي. ما قالش إذا فعليك أن تتغذى على هذه الغزالة، ها؟ لا، أنا عايز هتغذى على هذا الأرنب البري، حاجة صغيرة على قدي، حاول تنقص هذا الثراء بس من أجل تلبية احتياجاتك الضرورية التي إيه؟ برافو عليك، التي تكفيك، مظبوط. 14. يقول ديفيد هيوم إن الجمال ليس خاصية في ذات الأشياء بل في العقل الذي يتأملها. أنا عايز أقول لك لو أنا وقفت شوية أو أنت ثبتت الشاشة وما سمعتش إجابتي هتحل غلط. أنا عارف دماغ الطلبة إن الجمال ليس خاصية في ذات، يعني في أصل، في جوهر. الجمال مش خاصية موجودة في أصل الشيء، تمام كده؟ الجمال مش في الحاجة، امال في ايه؟ في العقل. كل الطلبة اللي بتسمعني اللي هيقف وهو بيقرا عند كلمة العقل هيختار ناس من اللي قالوا ان القيم موضوعية ثابتة لا تتغير مثل سقراط وافلاطون، واخد بالك؟ فاللي زي ده هيقوم مختار جورج مور او افلاطون او سقراط، لان الثلاثة دول يا ولاد قالوا بان القيم ذاتية ايه؟ القيم موضوعية ايه؟ موضوعية ثابتة مطلقة. حبيبي هو هنا مش بيقول العقل وقف، بالبلدي بيقول لك الجمال مش في الحاجة نفسها، الجمال في العقل اللي بيبص لها، في العقل الذي يتأملها. جميل قوي. طيب لو انا دلوقتي 5 6 طلبة بخليهم يبصوا على لوحة
بقول لك بقى الجمال مش في اللوحة، اللي هيشوف اللوحة جميلة هو العقل الذي يتأملها. العقل الذي يتأملها، طب كل الناس عقلها واحد أو نظرتها أو حواسها واحدة؟ قال لك لا. خلاص كده، فده هيشوفها جميلة لونها، وده هيشوفها جميلة الخطوط اللي عليها، وده هيشوفها جميلة معايا. كل واحد هيقول حاجة، مش هيتفقوا على حاجة. يبقى هو هنا بيتكلم عن واحد قال بالذاتية النسبية المتغيرة، اللي هو توماس ايه؟ هوبز. خلاص كده؟ طيب، اللي هو الانسان بيجري ورا الشهوات، ورا الرغبات، ذاتي، نسبي، بتختلف من فرد الى اخر ومن شخص الى اخر. طب تعال نشوف 15. هناك ارتباط سببي بين العناصر الجغرافية والأوبئة. برافو عليك، ما تكملش. خلاص، ما كان له علاقة بالمرض. ماشي. علي بن رضوان، لأن احنا عارفين ان عندنا في المفكرين العرب 2، علي بن رضوان وابن خلدون. ده طبيب أكيد هيتكلم عن الأوبئة والأمراض وكيفية العلاج، وده عالم اجتماعي اتكلم عن الايه؟ المجتمعات القابلة للعمران والغير قابلة، اللي ينفع فيها واللي ما ينفعش. اتكلم عن الأقاليم وعلاقتها بالحرف والأقوات والمساكن والملابس، المناخ والهواء ودوره، وميز بين البيئات الباردة والحارة إلى آخره. جميل جدا. 16. قيام بعض الدول بعملية الكشف عن الصبغات الجينية التي تحتويها الخلية بعد التلقيح لمعرفة نوع الجنين، وإذا كانت المرأة ستلد المولود مشوها، أيوة أم لا؟ طب وهل يتم إجهاضه أم يستكمل الحمل؟ أيوة. أنت عايز تقول إيه؟ أنا بقول بعض الدول بتعمل عملية كشف على الجينات وعلى الحوامل، وتشوف الجنين ده مشوه سيولد مشوها أم لا، في حاجة، في اضطرابات، ولا نكمل الحمل، في متنحيات خطيرة وراثية خطيرة ولا لا، هنعمل ايه؟ الدول، برافو عليك، دي فعلا اليوجينيا. السؤال لما يجي لك بقى مش بالاستبعاد، الأربعة موجودين في ايه؟ في العوامل المترتبة على التحرر الوراثي. أنا قلت اليوجينيا ليه؟ لأن احنا خدنا إن اليوجينيا تقوم بعض الدول وتمارس بعض الضغوط الإيه؟ من خلال القانون على الناس، وهتعمل لهم فحوصات مش عشان ما يتجوزوش، مش عشان الزواج، علشان التزاوج. معايا؟ في فرق التزاوج اللي هو الإنجاب. خلاص كده؟ خلي بالك بقى من اللي أنا هقوله. الدول بتعمل كشف عن الناس الأمهات الحوامل، ويشوفوا يعملوا رسم جيني لهذا الجنين، هيولد به مشوها به أمراض وراثية أو أم لا. لو في أمراض وراثية تشجع على الإجهاض، نقول لها غلط وهيأذيه، وهينزل هو لما يكبر ويتجوز برضه ولاده هيبقوا كده، ويتفشى المرض في المكان. خلاص كده؟ وهو كاتب كده في الكتاب. طب لو هي تمسكت بيه رغم ان الطب بيقول لها ان غلط، والولد ده هيولد مشوها او هيبقى مريض، تكره اي تجبر على الاجهاض. دول وانا مغمضه يبقى يوجينيا على طول. خلاص كده؟ تعالوا بقى نشوف رقم 17. يقول كانت: من يتسم بالقسوة على الحيوانات يصبح قاسيا أيضا في تعامله مع البشر. لا يبقى قاسي على الحيوانات، هيبقى قاسي على البشر. فنستطيع أن نحكم على قلب الإنسان من معاملته للحيوانات. ده كلام جميل جدا وأنا مغمض. اللي اتكلم عن حقوق الحيوان هيبقى يا سنجر يا ريجان، صح كده؟ طيب مين موجود منهم؟ أهو. هو حضرتك ليه السؤال السهل بتحله على طول؟ اصل انا بكلم طالب ثانويه عامه واخد المنهج عشان اقف على سؤال سهل واقعد اتكلم فيه كتير، هو هيمل، هيحس ان انا بافور فيها. السؤال واضح وضوح الشمس، تمام كده؟ سؤال مباشر يعتبر. طيب تعال 18. ينمو الجسد بالطعام والرياضه، وينمو العقل بالمطالعه والتفكير. يحقق ذلك قيمه فلسفيه اصيله، وهي قيمه الجسد بينمو بالطعام والرياضة، وحافظ عليه بيهم. ماشي. عقلك عايز تنميه بالمطالعة، بالاطلاع، بالثقافة، بالتفكير، ابحث. دي مش حرية؟ ده مش استقلال ذاتي؟ يبقى باقي لي تسامح فكري ولا بحث عن الحقيقة؟ ده البحث عن الحقيقة. ولازم تبقى متأكد يوم الخميس ان هيجي لك من القيم دي ما فيهاش نقاش.
تمام كده. هنا بيكلمك عن البحث عن الحقيقة، اللي هو نشاط عقلي عشان ابحث عن اصل الايه الشيء. وقلنا ان انا بنميه عن طريق ان انا اقرا واطلع اثقف نفسي، منهج في التفكير. وقلنا ان بستخدم فيها سؤالين، لماذا وكيف. لماذا وهو سؤال الفلسفه، وكيف وهو سؤال العلوم الايه الطبيعيه كالفيزياء. ماشي. 19 ان النظره البراجماتيه في التعامل مع البيئه لا يمكن ان تؤدي الا تعرف الا ده لو ما خدتش بالك منها هتحل غلط. لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تدهور الطبيعة، ولذلك يجب رفضها. النظرة البراجماتية اللي أنا ببص على النتيجة بس والحاجة اللي تنفعني وبس، وبتعامل مع الفكرة على أنها أشبه بخطة عمل أيوة مالها، ما ينفعش يا جماعة أتعامل بالنظرة البراجماتية وأنا بتعامل مع البيئة. الشاطر يقول لي النظرة البراجماتية ما ينفعش أخدها تبقى مبدئي وأنا بتعامل مع البيئة، لان لو خدتها مبدئي وانا بتعامل مع البيئه يبقى انا عكس مين؟ الشاطر يقول لي برافو عليك، يبقى انا عكس مبدا ارن نايس اللي قال احترام القيمه الذاتيه لكل الكائنات الحيه بغض النظر عن الفوائد منها. لا، النظره البراجماتيه تقول لك لا، انا ما بروحش في مكان الا لما يكون من وراه منفعه، وما بعتمدش كلام كده، ما بحبش الكلام على الورق، انا عايز فعل، انا عايز اشوف نتائج مربحه، بتعامل مع الكلام على انه اشبه بخطه عمل. فالراجل بيقول لك إن النظرة البراجماتية في التعامل مع البيئة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تدهور الطبيعة. عارف لو حياتك مع البيئة هتمشي ورا مبدأ البراجماتية ورا منفعتك، أنت هتدمر البيئة، مش هتؤدي إلى شيء أو إلى نتيجة إلا إلى تدهور الطبيعة. لذلك يجب رفض هذه الفكرة. جميل جدا. طب ده هنزي وناس مستقبل لأ، ده راجل بتاع حقوق حيوان لأ، يبقى باقي لي ارن نايس ومين والدو ليبولد. تعالى نظرة البراجماتية، ما انا لسه قايلها حالا، انت كده بتتكلم رؤية اهو يجسد ذلك رؤية الفلسفة البيئية عند ارن نايس. الراجل السؤال تاني يا اولاد بيقول النظرة البراجماتية اللي هي بتمشي ورا المنفعة وخلاص، بتروح ورا منفعتها. بنقول يا جماعة دي ما تنفعش، ما ينفعش يكون ده مبدأك وانت بتتعامل مع البيئة، لان لو ده مبدأك وهتمشي ورا اللي ينفعك وبس بغض النظر عن السلبيات اللي هتحصل، يبقى النتيجة اللي هتحصل من ورا تعاملك مع البيئة تدهور فقط. وده رفضه ارني نايس. ماشي. 20 يرى رجال الدين ان الجسد ليس ملكا للإنسان ولم يؤذن له في بيعه، فكان بيعها داخلا في بيع الإنسان. ان انت تخش وتبيع الانسان. طب انت بتبيع الانسان ايه؟ انت بتبيع حاجه انت ما تملكهاش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ رجال الدين حرموا ان الجسد ده مش ملكك، ما تبيعش حاجه منه. جميل، برافو عليك. زرع الاعضاء، ودي احدى المشكلات اللي بنقوله ما بين المانحين والمستفيدين، اللي هيتبرع لي بالعضو وانا هستفيد مقابل المال هديهوله، خاصة منها ما يرتبط بندرة الأعضاء القابلة للزرع. بس قلنا ده امتهان لكرامة الإنسان. الجسد اللي ربنا أعطاه لك ستسأل عنه، مش من حقك أن تعطي منه تمامه أو أن تعطي من جسمك لأحد. بدون العمل يظل الإنسان أسير لسيطرة الطبيعة في كل مناحي ونواحي الحياة. بدون العمل أنت هتبقى أسير، تمام، وهتبقى مكبل وهتبقى مجبر للطبيعة. بدون ايه؟ بدون العمل. جميل كده؟ يلا نركز. تعالى أفلاطون لا رق ماشي، اتكلم عن اقتصاد آدم سميث. ابن خلدون اتكلم عن العمل بس الحتة دي مش بتاعته، ما قالهاش. ده كان بيتكلم عن أهمية العمل، ولولا العمل ما كان للإنسان قيمة إلى آخره، واتكلم عن أخلاقيات مهنة التجارة. أنا ليه اخترت جورج هيجل؟ لأن الراجل بيقول لك بدون العمل يظل الإنسان أسير لسيطرة الطبيعة. لأن الراجل قال أن العمل هو إنتاج للإنسان بواسطة الإنسان، والعمل هو الذي يحرر الإنسان من قيود الطبيعة. إحنا مكبلين ومش عارفين نمشي على الماء لغاية ما مخنا اشتغل وعملنا سفن. إحنا مكبلين ومقيدين ومش عارفين نروح ولا نيجوا عشان فيروس كورونا، لقولوا لقاحات ومصل. فكينا هذا القيد خلاص كده. فبدون العمل هيظل الإنسان هكذا أسير للطبيعة. 22 إن الطبيب صاحب الخلق لا ينظر إلى المستوى الاقتصادي للمريض، وإنما
ينظر إلى العلة، إلى السبب. سبب المرض إيه؟ أنا مالي، أنت غني فقير وزير غفير، أنا مالي، أنا ماليش فيه. لذلك دايما كنت أقول كده، عمرك وانت رايح لطبيب حسيت عشان انت فقير ولا على قد حالك ولا تعليمك مش عالي ولا مسلم او مسيحي ولا ده هيأثر؟ ابدا. كانتش اللعيبه تطلع تعمل رباط الصليبي في المانيا. لا، الكلام ده مش موجود في الطب مطلقا، في العلم نهائيا. العلم علم. لذلك عندك في التجربه في المنطق في الباب الاول من شروطها بيقول لك ايه؟ عدم اقحام، ما تدخلش الامور السياسيه او الدينيه او الاجتماعيه موضع البحث. ماليش دعوه، انا دخلت معملي قفلت عليا، كل الحاجه دي احطها بره، انا بتعامل مع تجربه وفقط. فالراجل هنا بيقول لك ان الطبيب صاحب الخلق لا ينظر الى المستوى الاقتصادي للمريض، انما ينظر الى السبب والى العله والى المرض وازاي يعالجه. خلاص كده؟ تمام قوي. انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن المساواه والعدل. المعايير جاي لك منها نقطه. بتكلم عن المساواه والعدل، خلي بالك منها، ده معيار المساواه والعدل اللي هو ضمان كون جميع المواطنين يعاملون بالمساواه والعدل بغض النظر عن الجنس، النوع، العرق، غربي وعربي وآري وسامي والكلام ده، الدين مسلم مسيحي او غير، الحاله الاقتصاديه. انا مالي ومالي الكلام ده، انا هتعامل مع كل المرضى سواء. لان هو قال لك في اخر النقطه، طب ولو ده ما توفرش وحصل تمييز، من سيتاثر؟ وعمل علامه استفهام. احنا جاوبنا كطلبه وقلنا المريض. انا مريض بقى؟ الفقير. كيف سيتاثر؟ قلنا نفسيا. يبقى الكلام ده ما بيدخلش عند الطبيب ولا له علاقه، لا بجنس ولا بايه ولا بدين ولا بحاله اقتصاديه ولا الكلام ده. انا كل اللي داخل يكشف، انا بكشف عليه كمريض، بحاول اكشف عن سبب هذه العله او سبب هذا المرض وخلاص. انا عايز اعرف هو مريض بايه، احاول اديله علاجه بغض النظر هو ايه، بيبيع ايه، معاه ايه، مستواه ايه، انا ماليش دعوه. يبقى المساواه والعدل. تمام. 23 يقول المثل الشعبي: امشي عدل يحتار عدوك فيك. يشير لاحد فوائد تطبيق مواثيق المهنه. بص بقولها لك اهو، واحد من الأربعة في فوائد المواثيق مهمة جدا، خلي بالك. امشي عدل يحتار عدوك فيك. امشي وفق القوانين ووفق العادات ووفق التقاليد، محدش هيعرف يمسك عليك حاجة، وبالتالي هتبقى ماشي كويس. دايما ادلل عليها واقول انا واقف بالعربية والإشارة حمراء، حد يقول لي واقف ليه؟ حد هيديني مخالفة؟ طيب انا مشيت وهي خضراء، حد هيقول لي مشيت ليه؟ خلاص كده؟ وده يفكرني بكارل ماركس في المنهج القديم لما كان بيقول إن الحرية الفردية تتمثل في دقة تنفيذ القوانين الوضعية. عشان تحس أنت كفرد بالحرية لابد أن تقوم بتنفيذ قوانين مجتمعك، وفي الحالة دي هتلاقي نفسك حر ومفيش حد هيضغط عليك بأي حاجة لأنك ماشي وفق القوانين. طيب هل ده تحسين أداء؟ لا. صورة ذهنية؟ لا. استخدام أمثل الموارد؟ أنا مالي ومال الموارد والعدد والمعدات الرديئة والغير رديئة. إحنا بنقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، يعني التزم بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية. تمام كده؟ اللي هي الأدخنة في البيئة والكلام ده هيكون أفضل، محدش هيتكلم معاك في حاجة. كنت دايما أقولها، لو واحد فاتح مطعم وعمل مدخنة أعلى من العمارة اللي هو فيها، ما فرش بره علشان بتوع مش عارف الناس اللي بتيجي تلم الكراسي وتدخله جوه والحاجات دي كلها والإشغالات طريق والكلام ده. راجل ماشي عدل، عنده لحومه الصح، عنده مثلا مرخص مكانه، كل حاجة ماشي وفق القوانين. حد هيقول له حاجة؟ لا. امشي عدل يحتار عدوك فيك، التزم بالقوانين، امشي صح، ما تمشيش ملتوي من تحت السلم وحاجات كتير كده. تمام؟ مفيش رشوة، مفيش. ظبط نفسك، هتلاقي نفسك أدائك أفضل. يبقى أنت كده هتمشي ورا القانون وتلتزم بيه، الالتزام بالمسؤوليات القانونية. 24 للإنسان الحرية في اختيار نوع الطعام اللي بيتناوله. الإنسان حر في نوع الطعام اللي بيتناوله. تاكل أ ب ج أنت حر، وليس له الحرية بس انت مش حر في اختيار الاستغناء عن الطعام للإبقاء على هذه مبادئ علم الأحياء. عشان تبقى على دي من مبادئ علم الأحياء، وعشان تبقى وتعيش تمام انت ما تقدرش تستغنى عن الطعام. انت حر، اختار نوع الطعام اللي انت عايزه، لكن لا يستطيع بشر ان يعيش بلا طعام. خلاص كده؟
قام قال لك هنا ايه؟ تتفق تلك الحقيقة في علم الأحياء مع حد من حدود الحرية. احنا عندنا كم حد للحرية؟ 3. برافو عليك. الحرية والمسؤولية، الحرية والضرورة، تمام، والحرية والشعور. لو بالترتيب: شعور، ضرورة، مسؤولية، يبقى دي مش موجودة معايا، استبعاد. أبص، شعور ده داخلي، وجدان والكلام ده خلاص كده، فمش هتبقى هي. مسؤولية ولا ضرورة؟ ناس كتير تقول لك أنا شايفة دي مسؤولية. طب شايفها ليه يا ابني مسؤولية؟ ده السؤال بيقول لك يا حبيبي أنت حر في اختيار نوع الطعام اللي أنت هتاكله، لكن أنت مش حر، مالكش الحرية إنك تستغنى عن الطعام، لأنك لو استغنيت عن الطعام هتموت. يبقى الطعام بالنسبة لك إيه؟ برافو عليك، ضروري، ضرورة، ضرورة. زي المثال اللي هو مديهولك، ضرورة لما أخذنا سفينة للبحر ونزهة وبتاع وبدأت تتمايل بينا فماذا نحن فاعلون؟ قلنا لو ضروري تعرف اتجاه الرياح وقوتها وسرعتها عشان تتغلب على ده عايز تقعد في مكان محدش يكلمك، ضروري تعرف قوانينه وتنفذها، محدش هيقول لك حاجة إلى آخره. ضرورة مش مسؤولية. 25. الرأسمالية في الاقتصاد يجعل المستثمر ينشط قواه وإمكاناته بأقصى درجة تحقق منفعته ومنفعة المجموع. الرأسمالية أنا بيني وبينك أول ما شفت رأسمالية ولا أفلاطون ولا ابن خلدون، خلاص بقى، لا الحضارة الإسلامية ولا اليونانية بتاعت المواطنين الأحرار والعبيد. أنا قدامي 2: جورج هيجل اللي هم بتوع الفلسفة الغربية، ولا آدم سميث. الرأسمالية كل الطلبة واقتصاد والكلام ده هتقول آدم سميث، وإجابتهم صحيحة فعلا، بس مش عشان رأسمالية واقتصاد وبس، لا. الطالب اللي يقول لك مفاتيح ومش مفاتيح، لا الكلمة دي اختار دي، ده كلام فاضي. أنا ممكن الكلمة اللي أنت لسه قايلها دلوقتي أحطها لك في جملة وما نختارش آدم سميث، خلاص كده، زي الناس ألاقي دي لا، ما أنا ممكن أجيب لك في الجملة بدايتها بتقول لك عن تقدم علم سلبي، ادي قهر واستبداد، وتلاقيني في الاخر بقول لك لذا يجب التخلي عن ذلك. دي مرحلة ايه؟ احترام وصون. انت بتعمل حاجة غلط ابعد عنها، ما تكملش فيها، غلط، خلاص كده. فانا قريت السؤال: الرأسمالية في الاقتصاد يجعل المستثمر ينشط قواه وامكاناته باقصى درجة تحقق منفعته، ادي الخاصة، المنفعة الخاصة، ومنفعة المجموع العامة. جميل جدا. يبقى دي اليد الخفية الموجودة عند آدم سميث، اللي هو ان الانسان يا ولاد، الانسان هيقدر يوصل ويحقق المنفعة للمجموع من خلال منفعته الخاصة. الانسان او الناس وهم يحققون صالحهم الخاص انما يحققون الصالح العام دون ان يشعروا. برافو عليكم. تمام. عندنا 26 بيقول لك عالمة أعصاب اسمها روزانا بتقول أنه يعد رائد المنهج العلمي التقليدي. عالمة الأعصاب ده بيقول أنه يعد على واحد، يعني بيقولوا الراجل ده يعد رائد المنهج العلمي التقليدي القديم. ليه؟ عمل ايه؟ فقد وضع طرق تجريبية صارمة محددة قوية لمراقبة التجارب العلمية، أنا وإنت عارفينه كلنا وسهل، للتحقق من الفرضيات والنتائج المترتبة عليها. يعد ذلك الوصف إشارة للعالم. يلا بسرعة نستبعد، طبعا مش فرانسيس بيكون، مظبوط، أمال هيبقى مين؟ ولا هيبقى بنجامين فرانكلين، أمال هيبقى مين؟ إحنا عندنا 2 بقى هنخير نفسنا بينهم، الحسن بن الهيثم ولا جابر بن حيان. يا عم ده واضحة وضوح الشمس، ده لقب برجل التجارب العلمية، وقال عبارته الشهيرة: من كان دربا بالدال، يعني مجربا، من كان دربا كان عالما حقا، ومن لم يكن دربا لم يكن معلما حقا. ده أبو التجارب العلمية جابر ابن حيان. 27 على الرغم من مخاوف العلماء من تطور الريبوت وتدخله الكامل في كافة مناشط الحياة وتعدد سلبياتها، أيوة النتيجة إيه؟ عايز تقول إيه؟ المحمول إيه؟ إلا أنها أيضا تتضمن العديد من المزايا. على الرغم من مخاوف العلماء من تطور الروبوت يا ولاد، وإن له سلبيات وكلنا عارفينها في الباب الرابع منطق، تمام، إلا إن ممكن يبقى له إيجابيات. برأيك بقى، أنا جايب السؤال ده كده إيه؟ بشوفك هتقول إيه برأيك أنت يا ابني.
برأيك أي مما يلي يعد من مزايا الروبوت؟ مزايا من مزايا هو ده زيادة التواصل حاجة جميلة بس والله دي من إيجابيات تكنولوجيا المعلومات مش الروبوت. زيادة الإنتاج وإنجاز الأعمال الشاقة، انتشار الأفكار الإبداعية، تكنولوجيا، حل مشكلات كبار السن عشان ما يبقوش منعزلين عن المجتمع لما يقعدوا في البيت ويتواصلوا معانا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو والله تكنولوجيا معلومات. أمال إيه؟ هم الأربعة شيء كويس، الأربعة كويسين، منهم 3 خاص بإيجابيات تكنولوجيا المعلومات، لكن جيم هي الإجابة الصحيحة، زيادة الإنتاج وإنجاز الأعمال الشاقة، دي من مزاياه. خلاص كده؟ طيب عندنا 28 حقائق مستقلة توصف بأنها ذاتية الصحة تستند إليها بقية القضايا المستنتجة. الراجل بيقول لك هنا مستقلة توصف بأنها ذاتية الصحة. هيا يا ولاد أنا بتكلم هنا عن إيه؟ أنا بتكلم عن حاجة بص واضحة بذاتها. خلاص كده؟ واضحة بذاتها. طيب يبقى لا معرفات، لا معرفات لا. أنا بتكلم في المسلمة اللي هي المصادرة أو البديهية. مين الواضحة بذاتها؟ البديهيات. 29 أداة بحثية علمية تقوم عليها جهد حسي، يبقى دي الحواس. جهد حس عقلي، واحنا نعرف ان الحواس استخدام العقل والحواس مع بعض، تجمع بين العقل والحواس بهدف ان احنا نجمع معلومات. فعلا بجمع معلومات عن طريق الملاحظة عشان اشخص الظاهرة المراد بحثها. انت شايف قدامك دي ايه؟ ده مش منهج، ده مش فرض، لان الفرض تفسير مؤقت للظاهرة ويوضع بهدف الايه؟ التوقع. طب تاني دي أداة بستخدمها في البحث، أداة علمية تجمع بين العقل والحواس، دي اكيد تبقى الملاحظة الايه؟ العلمية. تمام. تعال نبص كده على شوية منطق. رقم 30 بيقول لك تأمل الحجة الاستنباطية التالية وتخير الإجابة المعبرة عنها. كل المعادن تصدأ، آدي الحد الأوسط. خلاص كده؟ وآدي الحد الأكبر، وآدي الحد الأصغر. كل المعادن تصدأ، كل الحديد معدن، كل الحديد يصدأ. دي إيه؟ دي وانا مغمض معروف ان هي استقرائية مش استنباط، انا اسف، استنباطية مش استقرائية. ده اول حاجة. خلاص كده؟ طيب يبقى انا استبعدت الاثنين دول وابدا افكر في دول. استنباطية ذات مقدمات خاصة جزئية ونتيجة خاصة جزئية؟ لا طبعا، لانها تنتقل هنا من الكل، برافو عليك، الى الكل. يعني كأني بقول لك انها تنتقل من العام اهو الى العام. يبقى دي ايه؟ يبقى دي استنباطية ذات مقدمات كلية ونتيجة ايه يا اولاد؟ كلية. ماشي. 31 كان الحاسوب في بداية الامر يعمل منطقيا معتمدا على امتداد قيمتي الصواب والخطأ. خلاص كده؟ اللي هو انا بتكلم عن ايه؟ عن صاد وكاف. المنطق ثنائي القيم، برافو عليك. ثنائي القيم مين؟ مكارثي، لوكاس فيتس، جورج بول، لبنتز. لبنتز طبعا، لان هو قادت اكتشافاته الى اختراع اول كمبيوتر بدائي من خلال ان هو اتكلم عن المنطق ثنائي القيم اللي هو قيمتي صاد وايه وكاف، اللي بنسميه المنطق التقليدي او القديم مش منطق الاحتمالات. 32 تبطل الاستدلالات الاستنباطية، ايوه مالها؟ في حالة يعني الحجة الاستنباطية استنباطي منها نتيجتي منها تبقى باطلة امتى؟ امتى؟ طب تعال نشوف. هي الحجة الاستنباطية صورية وبتبقى حتمية، نتيجتها حتمية ما فيهاش احتمالات. خلي بالك بيقول لك ايه؟ صورية. انا كنت دايما اقولها وانا بشرحها، اقول لك عاملة زي صورتك اللي في الملف بتاع الابتدائي، مهما انت كبرت هي بتتغير، تقول لي لا اهي دي الحجة الاستنباطية. ايوه ماشي بقى. تبطل استدلالاتها امتى؟ هي صورية اصلا. خلاص كده؟ يعني لا تتقيد بالواقع. بتبطل امتى؟ احنا قلنا اصلا ان الحكم بالصحة او البطلان لان يحكم عليها بالصحة او البطلان. قلنا ان الحكم عليها بالصحة او البطلان يتوقف على علاقة المقدمات بالنتيجة. فاذا لزمت النتيجة عن المقدمات لزوما ضروريا كانت حجة ايه؟ اهو اذا لزمت النتيجة عن المقدمات كانت حجة صحيحة. ادي المقدمات، شايف دي؟
النتيجة لزمت عن المقدمات، يعني النتيجة جاءت من المقدمات دون مخالفات، دون خلل، دون عيب، أيوة تبقى حجة صحيحة حتى لو مش واقعية. وأنا مالي واقعية ولا مش واقعية؟ الحجة الاستنباطية مش واقعية، صورية. الله، هو ما أقول اللي أقوله إن شاء الله أقول كده أهو: كل البشر أغبياء، وأقول هنا كل البشر، وهنا أغبياء، وأقول هنا كل العلماء، وهنا علماء. بص كده معايا يا حبيبي عشان تقتنع. تعالى فين الحد الأوسط؟ علماء، أدي الحد الأوسط. والأكبر أغبياء، والأصغر البشر. بص لي كده على التركيب، لأن احنا بنحكم بالصحة والبطلان على الحجة الاستنباطية من خلال التكوين، من خلال التركيب، من خلال علاقة المقدمات بالنتيجة. فإذا لزمت النتيجة عن مقدماتها لزوما ضروريا كانت حجة صحيحة. يعني إذا جاءت النتيجة من المقدمات دون مخالفات كانت حجة صحيحة. أما لو كان فيها خلل أو عيب أو غلطة تبقى حجة إيه؟ باطلة. تعال بص معايا حضرتك كده، الحجة اللي قدامك دي صحيحة، برافو عليك، حجة صحيحة، رغم إن كل المقدمات لو بصيت عليها كاذبة. هو كل العلماء أغبياء؟ لا. هو كل البشر علماء؟ لا. هو كل البشر أغبياء؟ لا. يعني ذات مقدمات ونتيجة كاذبة، وبالرغم من ذلك حجة إيه؟ صحيحة. ليه؟ لأن أنا مالي ومال الواقع. ده حجة استنباطية سورية لا تتقيد بإيه؟ بالواقع. طب أنا كنت بجيب الحالة دي ليه؟ عشان أقول لحضرتك، نرجع للسؤال ده، هي الاستدلال الاستنباطي اللي هو السوري يا أولاد، إمتى يكون باطل؟ بيكون باطل في حالة واحدة، لما تناقض النتيجة مبرراتها. تمام؟ لما تناقض النتيجة المبررات. لما المبررات يعني المقدمات التي أتت بالنتيجة. خلاص؟ لما المبررات اللي المقدمات تناقض النتيجة، في الحالة دي نقول حجة إيه؟ حجة باطلة، لأنها توصف بالصحة أو البطلان، لأنها حجة صورية استنباطية وليست استقرائية التي توصف بالاحتمالية. 33 تتبع كافة، يعني جميع الصور الكلية، تتبع كافة أي جميع الأفراد والجزئيات فيوحد الحكم عليها ليشملها. أنت عارف السؤال بالبلدي بيقول إيه؟ أنا همشي ورا هتتبع كل الجزئيات، أيوة، أقوم موحد حكم واحد عليها. أنت كده عملت إيه؟ استقراء تمثيلي مماثلة؟ لا. استقراء ناقص؟ انتقلت من الجزء إلى الكل؟ لا. ده بيقول لك تتبع كافة الأفراد، كأن مجموعة طلبة قاعدة قدامي عشان اخد الغياب مثلا في الفصل، قمت ايه؟ عددهم كلهم، رغم ان الولد ده جزء من الظاهرة وده جزء وده جزء وده جزء، عديتهم كلهم وقمت طالع وقايل حاضر 30 حاضر 20. تمام كده؟ عشان اطلع بحكم ايه؟ عام. بس ما طلعش الحكم العام من جزء، يعني ما عدتش ديسك وبعدين خدت الحكم، انا عديتهم كل الاجزاء الموجودة. واحد يقول لي ده استقراء ناقص، اقول له يا حبيبي لا، الاستقراء الناقص بدرس جزء من الظاهرة ثم أقوم بتعميم الحكم على الآخر حتى الذي لم يوضع موضع الدراسة. خلاص كده؟ بندرس قطعة حديد، قطعة نحاس، قطعة ألومنيوم، يقول كل المعادن تتمدد بالحرارة. لكن أنا هنا الفصل قدامي أهو، ما عدتش ديسك واتنين وقمت قايل في الآخر معمم على الكل، لا، أنا عديت كل طالب قاعد عشان أطلع وأقول حاضر 30 وغايب كذا، حاضر 40 وغايب كذا. فأنا تتبعت كل الجزئيات اللي قاعدة، ما سبتش حاجة أتنبأ بيها. اسمه استقراء تام كامل، لأن قمت بدراسة يقوم فيه الباحث بفحص جميع جزئيات الظاهرة الموضوعة للبحث والدراسة. تمام كده. 34 تفسير ذوبان الشمعة في الماء المغلي يتم من خلال قانون علمي تم إثباته لتفسير الحادثة. عايز ايه؟ يمكننا وضع القانون العام، ايوه ممكن نحط القانون العام وفقا لنموذج كارل هيمبل. ايه القانون العام عند كارل هيمبل؟ ايه بيبقى؟ ايه بيبقى؟ نتيجة كل الطلبة اللي قاعدة بتختار كلمة نتيجة في حجة. غلط، ما هوش نتيجة في حجة يا اخوانا، ما هوش نتيجة. القانون بس، القانون نتيجة، لأن القانون آخر مراحل المنهج العلمي اللي هو الشعور بالمشكلة والمشكلة وتحديدها وملاحظة وتجربة وفرض وقانون لغاية ما اوصل القانون اهو. لكن القانون عند كارل هيمبل مقدمة بيبدأ بيها دراسته.
مين قال لك الكلام ده؟ طب افتح كده ملزمتك، بص معايا في كارل هيمبل، هتلاقينا بنقول ان هو الراجل لما بيجي يفسر اي ظاهره، شوف يا حبيبي، واحد تكون في حادثه او موقف حصل، اتنين حوادث سابقه مثلها، تلاتة يعتمد في تفسيره من الاسس اللي هو داخل معمله او في حادثه يعني واقع عايز يفسرها، يكون معاه قانون يبني عليه افكاره، اصلا معاه قانون. زي ايه؟ زي المثال اللي عندي في الكتاب لما قال لي انفجار جهاز الرادياتير، ادي ظاهره لقيته بيسالني عده اسئله غريبه. تركت السياره في درجه حراره ما دون الصفر، ما كانش فيه سائل ضد التجمد، كان الغطاء محكما عن اخره، كان محكما، كان السائل حتى اخره. الله، انا لقيته بيسالني اسئله غريبه، انا متخيل ان هيقول لي مثلا طالب من الطلبه عمل كده فيك، اتخبطت العربيه مش عارف جرى ايه. فلقيته انت باشمعنى الاسئله دي اللي بتسالني؟ قال لي معلش اصل انا وانا بسالك مجهز نفسي الاسئله دي اصلا انا بسالها لك لان انا ماشي ورا قانون بيقول حجم الماء يزداد عند التجمد. ها، لما قلنا لو انت حاطط ازازه ميه ولا ازازه بيبسي كده، ازاز في الفريزر بتنفجر، ليه؟ لانها خلاص بقى مليانه عن اخرها، اما اتجمدت بيزيد الايه؟ الحجم، عايزه تتجمد، انت قافل الغطا كويس جدا، فما قدر فبدات ايه؟ عايزه تتمدد، ما فيش مكان فانفجرت. يبقى القانون، ارجوك خلي بالك من السؤال ده، القانون بس اخر مراحل البحث العلمي، انما القانون عند هيمبل بيبقى ايه؟ بيبقى مقدمه يبدا منه دراساته. خلاص كده؟ طيب تعالوا نشوفوا رقم 35. رغم الجدل حول علاقة الذكاء الاصطناعي بالمنطق، أيوة إلا أن علاقتهما توصف بأنها، لما قال العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي جدع ثابتة إلى حد ما، لما قال فعلى مر التاريخ لم يهمش دور المنطق ولم يفتر النظر إليه كأحد الركائز الذي يعتمد عليه الذكاء الاصطناعي. ما فيش مرة كده كان المنطق كده في فكر الذكاء الاصطناعي مهمش، لا ده كان أساسي، ما هوش حاجة كده بتيجي في الآخر. وأن حدث وبدأوا يفكروا في انهم يعملوا ذكاء اصطناعي دون الاعتماد على المنطق، سرعان ما بيرجعوا له. تمام؟ ليه؟ احنا عارفين الكلام ده وده مش وقته، لكن هنا بيسألني رغم الجدل، رغم ان في مناطق ايدوا استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي، وسيكولوجيين اللي هم علماء النفس رفضوا استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي وقالوا هنعمل ذكاء اصطناعي دون اللجوء الى المنطق الى اخره اللي انت عارفه. رغم هذا الانقسام الا ان العلاقه ما زالت، برافو عليك، ثابته. طيب كويس. يقول برتراند راسل هناك رابطة لا تربط بين قضيتين بسيطتين. بص يا حبيبي، احنا عندنا القضية اهيت ودي قضية تانية وبنربط بينهم بايه؟ برابط. زي مثلا سافر كريم ثم اخيه عبد الله، ثم هنا ايه يا حبيبي؟ اداة عطف اللي هو رابط العطف الوصل، صح كده؟ تمام. هي بقى رابطة ما بتربطش اتنين ببعض، يعني هي واحدة بس. جميل، هي واحدة ايه؟ هي واحدة بس اهو، يعني ده كله مش موجود معايا. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هي بتتكلم عن، ده معناه ان هي بتتكلم عن قضية واحدة. طيب ورابطة، انا لو بصيت عندي في القضايا هلاقي الموجبة والسالبة بس، الموجبة والسالبة بس هي اللي بتبقى قضية واحدة، مش اتنين. ها، مش قضايا مركبة، بتبقى قضايا بسيطة، مش قضايا مركبة. ها، قضيتين بيربط بينهما رابط قضوي، لا خلاص تبقى الموجبة. قال لك بس استنى، الموجبة ما فيهاش اصلا اي رابطة، واخد بالك؟ ده الراجل بيقول لك هنا هناك رابطة لا تربط بين قضيتين بسيطتين نجدها، استنى، في قاعدة التقابل بالتناقض بين القضايا عند ارسطو. مش عطف، مش شرط التقابل عند ارسطو، فاكره بتاع تانية ثانوي. ها، امال ايه؟ هي يا سلب يا ولا الفصل عندي في مربع. يبقى انا بتكلم هنا عن السلب، بلها والله دي رابطة لا تربط بين قضيتين بسيطتين. لما اقول محمد ليس طالبا في كلية الآداب، دي قضية سلبية اللي رمزها كده وبنعبر عنها بنقولها تبقى سلب قاف او لام او ميم الى اخره. ماشي. يقول بيكون لا تقرأ لتؤمن وتسلم. امال اقرأ ليه واطلع ليه واثقف نفسي ليه؟ بل لتزنوا وتفكروا.
فنحي، ابعد تماما كل معتقداتك اللي جواك، كل معتقداتك الفكرية والثقافية اللي جواك وانت بتقرأ، نحيها، ابعدها تماما، ما تكونش أسير لها. أعمل إيه؟ نحن نقرأ لنؤمن، نحن نقرأ لنزن ونفكر، لا نقرأ لنؤمن ونسلم. أنا مش بقرأ حاجة عشان أول ما أقرأها أؤمن بيها أسلم بيها فورا. امسك معتقداتك الفكرية والثقافية، طلعها بره مخك دلوقتي، تمام؟ كفاكر بتاع مثال ديكارت القديم وقال لك اعتبر مخك زي سلة التفاح، طلع كل التفاح اللي فيها وابدأ حط التفاحة الحلوة السليمة جوه مخك، كأن أنا هكلمك عن موضوع وليكن الحجاب، موضوع مش عارف إيه. نبدأ بقى عشان نتكلم، كل أفكارك دي نحيها جانبا، ابعدها تماما، ونبدأ ناخد الفكرة اللي لما نقرأ ونثقف نفسنا ونسأل فيها أهل الذكر وأهل العلم نجدها صحيحة، نبدأ نحطها، لأن مش كل الأفكار اللي جوه مخك إيه صحيحة. فلو أنت هتقرأ علشان أي حاجة تقراها تؤمن بها وتسلم بها، ده غلط. اقرأ لتزن بعقلك وتفكر بعدما تنحي وتبعد كل المعتقدات التي بعقلك. يبقى أنا هنا بتكلم عن إيه؟ ده أنا مش عارف هو عايز إيه في السؤال. بيقول لي بذلك يدعو بيكم للتخلص من، يا راجل هات الكلمة دي، أنا من ساعتها بدور عليها. الجملة اللي بالأحمر، السؤال اللي بالأحمر ده ادهوني بيكم عشان يقول لي أنا عايزك لما تقرأ ما تقراش وانت رايح تقرا تؤمن وتسلم، انا عايزك تقرا عشان تزن وتفكر، اوزن الامور، اقرا كويس، اطلع، ثقف نفسك، وسيبك من الافكار اللي عندك اللي انت مش لاقي لها هويه ومش لاقي لها مرجع، اللي هي عامله زي قالوا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، احنا طلعنا لقينا كده. لا، اقرا الاول علشان الافكار اللي جواك تبقى سليمه. يبقى الراجل ده بيدعوك انك تتخلص من ايه؟ من ايه؟ من اوهام المسرح. بيدعوني ان انا اتخلص من اوهام المسرح، لأن زي ما احنا قلنا أوهام المسرح هي الأخطاء التي يقع فيها المرء نتيجة التأثر بالمشاهير من مفكرين وفلاسفة وأدباء، فيأخذ ما يقولونه دون نقد وتمحيص ومناقشة وتفكير. أخذ اللي بيقولوه كأنه شيء مسلم به، سواء قالوه لي كده سمعته أو قالوه لي في تأليفهم للكتب اللي أنا بقراها اهو، تمام كده؟ وبالتالي أنا بتخلص من المسرح. تعال نشوف 38 نموذج تتضح نتائجه في مختلف العلوم النفسية والاجتماعية والطبيعية من خلال آلية التنبؤ الكامنة به. احنا عندنا 3 نماذج، كارل هيمبل، ويليام هويل، تمام كده، وبعدها عندنا كلود برنارد، خلاص كده؟ طيب ايه النموذج اللي من ال3 نتائجه موجودة في مختلف العلوم النفسية والاجتماعية والطبيعية؟ برافو عليك، كارل هيمبل. هتلاقي الجملة دي موجودة عندك في بداية النموذج بتاعه، افتح ملزمتك اقرأ. 39 الرياضي بيصطلح على عدة مفاهيم يريدنا أن نستخدمها كما يقصدها في نسقه. دي بقى دي مش مبرهنات يعني نتائج ونظريات ولا مصادرة يعني مسلمة. طب دي معرفات ولا لا معرفات؟ يا راجل مصطلح بنمشي وراه وبيقول خدها استخدمها، يريدون أن نستخدمها كما يقصدها يعني كما أرادها. اللي هتلاقيها المعرفات أو التعريفات اللي هي مصطلحات وأفكار هو اللي بيقولها وتعريفات، الرياضي بيذكرها وبيقولها، ولازم ناخدها ونسلم بيها زي ما هو قالها، وليس لأحد حق أن يناقشه في تعريفاته، ولكل نسق رياضي تعريفاته الخاصة به. خلاص كده؟ زي ما بنشوف التفاضل له تعريفات ومصطلحات، الهندسة إلى آخره. فاحنا هنا الراجل دي المعرفات اللي هي بيعرفها الرياضي تعريفا اشتراطيا. يعني اشتراطيا يعني يشترط علي ان انا استخدمها كده، زي ما اقليدس عرف الخط وقال ما له طول وليس له عرض. هو ما فيش علماء جم بعد اقليدس؟ لا، في علماء جم. امال ليه ما حدش غيرها؟ اصل دي تعريفات سورية من وحيه هو، دي تعريفات سورية هو اللي قالها، فيجب ان احنا ناخدها زي ما هو قالها، وليس لأحد حق ان يناقشه في تعريفاته. دايما ادي لها مثال، بقول عاملة زي الارقام اللي في مسألة الرياضة، مدرس الرياضيات يقول لك كذا كذا قياس زاوية كذا 50 وكذا، هو حر، تمام؟ اذا كانت الف تساوي ايه ده مجرد سؤال انت بتاخده وبتمشي وراه وبتصدق استاذك وبتسمع الكلام علشان تصل به الى الايه؟ الى المطلوب. جملة المعارف والمفاهيم الموضوعية التي يتم التوصل اليها عن طريق خطوات محددة تعتمد على التجريب في الاساس. شوية معارف بمشي وراهم ومفاهيم عشان اوصل للنتيجة، ده المنهج العلمي، ما هيش مماثلة ولا استنباط واستقراء فبالاستبعاد. 41 انتقد جاليليو آراء أرسطو حول مركزية الأرض للكون
بقوله أن الأرض كوكب صغير يدور حول الشمس وكذلك جميع الكواكب في حركة دائمة، وأثبت كلامه. تشير العبارة إلى خاصية من خصائص العلم المعاصر. حبيبي جاليليو نقد آراء أرسطو حول مركزية الأرض للكون وقال كلام تاني وأثبت الكلام. دي معناها إن حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير، قابلة للنقاش والتقصي. تمام. 42 ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات يؤدي لارتفاع نسبة غرق الأراضي المحيطة والقضاء على مساحات هائلة من الأرض. ممكن نتوصل لنتيجة عن طريق التجربة. جميل قوي. بص يا حبيبي، هو أنا اللي بعملها ارتفاع منسوب المياه والبحار؟ أنا اللي عاملها ولا الطبيعة اللي عاملاها؟ جميل قوي. الطبيعة أنا تدخلت فيها، خلاص يبقى غير مباشرة، ماليش علاقة بيها، يبقى سلبية، مش أنا اللي عملتها، ده الطبيعة اللي عملتها. يبقى دي التجربة السلبية اللي هي لا يقوم فيها الباحث أو لا يتدخل فيها الباحث تجريبيا، وإنما تقوم الطبيعة مقامه، ثم يلاحظ التغييرات التي أحدثتها الطبيعة. زي إيه؟ زي ما دايما أقول المثال ده، سقوط واجهات المباني أمام الشواطئ بسبب اليود اللي بيطلع من ماء البحر. هو أنا اللي عاملها؟ لا، ده الطبيعة عملتها، فبدأت أنجذب ليها ولاحظها وبدأت أدرسها. أنا ما عملتهاش، لا أقوم بها، إنما الطبيعة هي اللي قامت بيها. يبقى تجربة سلبية غير مباشرة لم يتدخل فيها الباحث. 43 وجوب النتيجة عن المقدمات بشكل صحيح بغض النظر عن صدق القضايا. النتيجة لازمة عن المقدمات بشكل صحيح. ماليش دعوة بقى المقدمات صادقة ولا كاذبة، ما تفرقش. ما هي دي الحجة الاستنباطية السورية اللي ما بيتوقفش صدقها أو بطلانها على صدق القضايا في الواقع. فاكر لما كنت مديك من شوية مثال بتاع كل البشر علماء وأغبياء وكده؟ لو بصينا على الثلاثة قلنا إيه؟ قلنا الثلاث قضايا كاذبين، وبالرغم من ذلك ادينا حجة إيه؟ صحيحة. تمام. العلوم الطبيعية المعاصرة تبحث عن العلاقات الكمية الرقم، بس كميات، نسب، خلاص، رياضة. يبقى القابلية للإيه؟ للقياس. بيقول تشير العبارة إلى أحد خصائص العلم المعاصر، وهي يا ترى قابلية للتعديل، موضوعية، تنبؤ؟ لا، دي قابلية للقياس. ودي نقطة مهمة جدا جدا في خصائص المعرفة في العلم المعاصر. وقلنا عندنا نوعين من العلوم، العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء والفلك وإلى آخره، دي علوم بتستخدم القياس، حتى قوانينها بتصاغ بلغة رياضية وفيها دقة متناهية. بالفهمت ثانية هنا. أما العلوم الاجتماعية تفتقر إلى استخدام القياس، القياس نتائجها بتكون تقريبا خلاص كده زي علم النفس إلى آخره. ماشي. 45 و46 المقالي، ابتعد انك ترسل صور او ملصقات تعبيرية واختصارات خلال المشاركة الإلكترونية أثناء الدرس الافتراضي. ده بيعكس أحد عناصر المواطنة. 3 العناصر المواطنة 3 دي مش صحة وسلامة رقمية، خلاص باقي سلوك أو ثقافة، صح كده؟ ده إيه؟ ده السلوك، ده سلوك ما تقومش بيه، يبقى السلوك الرقمي، سلوك، خلاص كده. 46 أطلقت إحدى منظمات المجتمع المدني مبادرة لدمج المرأة في العمل البيئي لتحقيق رؤية مصر 2030. عبر بأسلوبك عن مدخل حماية البيئة. ده إيه؟ ده أني مدخل إحدى منظمات المجتمع المدني، يبقى المدخل رقم 3 يا ولاد، اللي هو مدخل يهم أصحاب الجمعيات. خلاص ان شاء الله تكونوا استفدتوا باذن الله. ان شاء الله هننزل بكره وبعده كمان نموذجين مهمين جدا. ذاكر بالورقه والقلم، حاول تشد حيلك، 60 درجه محتاجهم، قدها وتقدر، وربنا يوفقكم ويحقق احلامكم. سلام عليكم.